أهلا بيكم في نودي وأسم، وأنا أسم. لو حابين بقى تاكلوا فراخ مشوية في الشتاء فبلاش نعدي وصفة الفراخ بتاعة النهاردة. هنسويها بطعم خاص هتحبوه قوي، وفيها مزازة حلوة جدا بمكونات كلها متوفرة ومعروفة، ما فيهاش مكونات غريبة أو غير معتادة. وما ينفعش نشوي فراخ في الشتاء من غير خضار ونمشيها كده، لازم نستفيد من فصل الشتاء وخضرواته الجميلة. فهنعمل معاهم شوية خضار شاربين من تتبيلة الفراخ ومن بهارزها، بيبقى طعمه حلو قوي. وعلشان تبقى وجبة متكاملة مش ناقصها حاجة، فيها البروتين والخضار، فمش هننسى بقى جانب الكربوهيدرات. وهنعمل رز بنكهة بتليق قوي مع الفراخ والخضار، وبكده تبقى الوجبة اكتملت بالفراخ والخضار والرز، وبالهنا بقى مقدما. أول حاجة هنبتدي نجهزها في الوصفة هي الفراخ، فبنختارها تكون حجمها صغير، ويستحسن تكون كيلو أو كيلو 100 جرام في الحدود دي، هتستوي معانا أسرع ومش هتغلبنا. ولو حابين نعمل الوصفة بفراخ يكون حجمها كبير ونقطعها لأجزاء، أو نعملها بالدبابيس بس أو الصدور أو أي أجزاء من أجزاء الفرخ، أي حاجة متوفرة عندنا. وما ننساش زي ما نوهنا قبل كده في وصفاتنا، أثناء التنظيف بنشيل الكبد اللي بتبقى موجودة في المكان ده، لأنها مش صالحة للأكل. بعد مرحلة التنظيف بتيجي بقى مرحلة النقع. 2 لتر من المية، معلقتين كبار من الملح، معلقة كبيرة سكر، وليمونة. والحقيقة المرحلة دي عندي أهم مرحلة في الوصفة كلها بجد، أنا مش بستغنى عنها في أي وصفة من وصفات الفراخ، لأنها بتفرق كتير قوي سواء في طراوتها أو لونها، وتعتبر برضو خطوة مكملة للتنظيف. نضيف الفراخ في المحلول، وكالعادة نسيبها حسب وقتنا، والأفضل طبعا لو سيبناها ليلة كاملة يبقى حلو قوي. بالنسبة للخضار هنختار أي خضار احنا بنفضله أو موجود عندنا. هنا معانا جزر وبطاطس وفاصوليا خضراء وحبات من البصل. اخترنا البصل حجمه صغير بيبقى أحلى في الشوي. هنقطعه بأي شكل احنا عايزينه، قطعناه بشكل طولي عشان يتناسق مع الفاصوليا. دي بقى مكونات التتبيلة. معانا 3 حبات من الطماطم وزيهم من البصل. أول حاجة هنفرم الطماطم لوحدها في الكبة، عايزينها تتفرم كويس من غير أي إضافات. بعدها بنقطع البصل ونضيفه على الطماطم. ثالث مكون معانا اللي هو الليمون. استخدمنا هنا ليمونتين، هنقطعهم لحتت صغيرة علشان نضيفهم على البصل والطماطم. معانا حوالي تلت كوب من الزيت، و7 فصوص من الثوم، والتوابل معلقة صغيرة كاري وزيها فلفل وكزبرة ناشفة، ونص معلقة صغيرة حبهان مطحون، ومعلقة كبيرة مليانة ملح. آخر إضافة معانا هي معلقة كبيرة من العسل الأبيض، هيوازن ويظبط الطعم معانا ما بين الحادق والحلو. هنضيف بقى كل المكونات على البصل والطماطم في الكبة، الليمون والثوم والعسل، ونستخدم زي ما نوهنا قبل كده معلقة خشب مع العسل والزيت والتوابل، وهنفرمهم كلهم في الكبة أو الخلاط. هنضيف الخضار في الطبق ونضيف عليه شوية من التتبيلة. نضيف كام مكعب زبدة، ده اختياري. دي الفراخ بعد ما اتنقعت وشطفناها كويس من محلول النقع، هنتبلها من بره ومن جوه وتحت الجلد كويس. هنرصهم على الخضار وننزل بباقي التتبيلة. لو مستعجلين هنسويها على طول، لكن لو عندنا وقت هنسيبهم يعني من ساعة ل4 ساعات بالكتير. بعدها بقى بنسويهم في فرن على حرارة 200. أول ساعة أنا بحطها على السطح من تحت، وبعدها بقى برفعها في الرف الأوسط لحد ما تحمر وتاخد لون حلو، ومش بغطيها. الفراخ صغيرة وهتستوي معانا كيلو من الرز المصري مغسول كويس ومتصفي كويس جدا من المية. التوابل بقى معلقة كبيرة كركم، معلقة صغيرة كاري، مكعب مرقة خضار، علشان أنا هعمله بالمية، لكن لو متوفرة عندنا شوربة بنستغنى عن مكعب المرقة. 3 فصوص من الحبهان وزيهم من ورق اللورا. نضيف التوابل في أي مادة دهنية متوفرة وعليهم الرز، ونقلب بقى لحد ما ياخد لون شفاف معانا. كده الرز أخد اللون المطلوب. هنضيف الملح وبعدها باقي التوابل والكركم والكاري ومكعب المرقة، ونقلبهم دقيقة كده نسخنهم مع الرز.
نضيف المية يدوب، نغطي الرز وبنغطي نسيبه بقى على نار عالية. أول ما يتشرب المية بالمستوى ده بنهدي الحرارة على الآخر ونسيبه يتشربها تمام. بعدها بقى بنقلبه ونسقسقه بحوالي كده مغرفتين من الشوربة أو المية، وبنغطيه ونسيبه بقى لحد ما يتشربهم مرة تانية، وهكذا بقى لحد ما يستوي معانا بالدرجة اللي احنا حابينها. طبعا أثناء الغرف بنخرج الحبهان ورق اللورة، وخاصة الحبهان طعمه بيبقى غير مستساغ، لو جت واحدة كده بتبقى مؤذية شوية. ادي الفراخ والخضار بعد التسوية، ممكن نقدمها في طبق لوحدها وتحتها فرشة كده من الكزبرة والبقدونس أو أي خضار، أو في طبق أكبر نرص الخضار حواليها. وده شكل الخضار بيبقى طعمه حلو، واخد من مزازة التتبيلة ومتشرب منها قوي. البصل بقى من الروائح في الشوي مع اللحوم، وهنا بيبقى الخضار كله طعمه حلو الحقيقة. ونسقسقه بشوية من الصوص، ما نخليش الخضار ينشف على الآخر أثناء التسوية، لازم يبقى فيه شوية سوائل وصوص من تحت، دول بقى بيبقى فيهم الطعم كله. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. لو كل واحد بقى يقول لنا نوع الخضار اللي بيحبه في الشوي وطريقته في شوي الفراخ، هبقى سعيدة جدا. ولو اول مرة تشوفونا فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك. استنونا في وصفة جديدة مع نودي وأسماء، وبالهنا.